انتقادات معينه ضد الحفلات، ضد فئة متعصبة دينيا. فئة متعصبة، وهذا الشيء موجود مثل ما قلت ليس فقط في العراق، كان موجود في السعودية، موجود في مصر، موجود في أكثر من بلد في المنطقة. فهي مو العراق وحده، صار في تحديات في بلدان قدرت تتخطى من خلال قوانين صارمة صارت، ومثل احنا يعني أكبر مثال هو السعودية. السعودية عمرنا ما كنا نشوف فيها حفلات، السعودية عمرنا ما كنا نشوف فيها احتفالات لعرب وأجانب وكل أنواع الفنانين. اليوم اللي مثلا تقول انه مثلا فنان معين، لا، كل الفنانين اليوم تغني بالسعوديه. مشكله بشذى حسون لان هي منظمه الحفله؟ لا. او مشكله بسعد المجرد لان عليه اتهامات؟ لا. او مشكله يعني عامه؟ هي مشكله عامه، مع انه انا شفت كذا حفله. ايه بس في شفتك عملتي مهرجان كثير كبير ببابل. ايه مهرجان. ليه شو بتختلف يعني بابل؟ يعني شوف، هو بغداد بابل في منطقه الحله، يعني فهي مناطق مثل نقول احنا في العراق محافظات. فبغداد فيها هم مناطق معينة، في مناطق مثلا تقدر تسوي بها حفلات ودا يتسوى بها حفلات عادي. وفي مناطق ثانية فيها تحفظ، مش فيها تحفظ أكثر، يعني هذا لا يعني أنه ما صارت حفلات قبل، بس صار في كثير لغط على. عرجت قدام صديقك؟ أكيد انحرجت، بس إنه هو أخذها بكل، يعني تفهم الوضع. وإحنا هم يعني انتبه، إحنا هم يعني أنا كمنظمة أو المنظمين اللي كانوا هم منتجين الحفل، يعني هم يعني كلنا إحنا انخذلنا، لأنه هدفنا كان إحياء الفن والثقافة بكل احترام وبكل محبة، وكانت سولد أوت الحفلة. من بعد هيدي الحادثة صار شغلة شذى حسون شغلتها إنه تطلع